الهجرة السرية غير القانونية، والآن أصبحنا نرى الهجرة العلنية غير القانونية. أوروبا ليست جنة الله في الأرض، سر الله. من يشاهد المشاهد القادمة من الفنادق وسبت المحتلة لابد أن يطرح على نفسه أسئلة عميقة ومركبة حول الأسباب التي دفعت شبابا ومراهقين وهم سواعد الوطن الحبيب، بل وحتى أمهات وأطفالا، إلى المخاطرة بحياتهم وهم يعتقدون أن إسبانيا جنة وأن الوطن سجن. إنها لحظة تستوجب المصارحة والمكاشفة، ولحظة مساءلة ومحاسبة لكل من يتحمل جزءا من المسؤولية من أحزاب وجمعيات مجتمع مدني بجميع أطيافها ونخب ومثقفين وإعلام، ولكل اللوبيات التي تعرقل الإصلاح تحت ستار الشعارات البراقة، بينما غايتها الحقيقية الحفاظ على الامتيازات والمصالح الريعية، ولو كان ثمن ذلك تعطيل مسيرة الوطن. قد تكون الحقيقة مرة وقاسية، لكنها تظل الطريق الوحيد نحو مستقبل أفضل. لقد آن الأوان لإرساء آليات حقيقية للمحاسبة والشفافية والعدالة، وفتح حوار جاد مع الشباب وكل القوى الصادقة الساعية إلى الإصلاح من أجل بناء نموذج تنموي يستوعب جميع أبناء الوطن. وفي الوقت نفسه تصحيح تلك العقلية التي توهم الكثيرين بأن الحل السحري يوجد دائما في الضفة الأخرى من البحر. لقد أجريت العديد من الأبحاث والتساؤلات مع من لديهم خبرة في الديار الأوروبية، وزرت أوروبا مرات عديدة، وأقول بكل صدق إن سر تفوقهم لا يكمن في الموقع الجغرافي أو نوعية البشر، بقدر ما يكمن في قوة المؤسسات وآليات المحاسبة والشفافية وسيادة القانون. نعم، يتفوقون علينا في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة، لكن أوروبا ليست جنة كما يتصور البعض، فهي لا تمنح أحدا شيئا مجانا، وإنما تكافئ من ينتج ويعمل بجهد، ومن يحترم القانون ويؤدي واجباته قبل المطالبة بحقوقه. أما نحن فنملك من المقومات ما يجعلنا قادرين على أن نكون أفضل بكثير: مساحة شاسعة وثروات متنوعة وموقعا استراتيجيا وطاقات بشرية شابة وعقولا مبدعة، وأبناؤنا ينشأون على الكفاح والصبر وتحمل المسؤولية، كما أن قيم التضامن وصلة الرحم وبر الوالدين لا تزال متجدرة في مجتمعنا. إن أملنا كبير في الله عز وجل، وثقتنا راسخة في وطننا، ونؤمن بأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله متى امتلكنا الشجاعة لمواجهة الحقيقة والإرادة الصادقة للإصلاح، والإيمان بأن بناء الأوطان يبدأ من الداخل لا من الضفة الأخرى. ختاما، لنعلم جميعا أن حب الوطن ليس شعارا يرفع، بل هو عمل مخلص وتحمل المسؤولية ودفاع يومي عن كرامته وبنائه من داخل سوره لا من خارج حدوده. فلنبني وطننا بسواعدنا، فالصعوبات تذلل بالإرادة والأمل يصنع بالعمل. دمتم في حفظ الله، وإلى لقاء قريب في موضوع آخر ننصر فيه الحقيقة ونضيء به طريق الغد. كان معكم الكوتش أحمد، ديما مغرب، أسير الله.